قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان ده بيحمسنا نستمر جدا، ولو على الفيسبوك اعمل لنا متابعة. Thank you. بيبدأ الفيلم بمشهد لعيلة بيكونوا بيحتفلوا بعيد ميلاد، وبتشوف ست بتتكلم عن ابنها وبتديله هدية وبتقوله افتح، وبياكل بعدها كيك في الحفلة وبينزل البدروم وبيمسك سلاح، لكن فجأة بيقوم من النوم وبنكتشف انه كان بيحلم، وبيكون الشاب ده اسمه نيك باول، وبيفطر مع امه في بيتهم وبيقول لها انه عاوز يروح لندن علشان يجري ورا حلمه انه يكون كاتب، وانه هناك هيكتسب خبرات ويكون من افضل الكتاب. لكن امه ما بتهتمش وبترفض، وده بيصدم نيك، وبيروح بعدها المدرسة وبنشوف ان نيك بيعمل لاصحابه الواجبات بمقابل فلوس مع انه من عيلة غنية اصلا. وبنشوف بعدها صديق نيك المقرب بيت بيتضرب في الحمام، وبتظهر بنت بتكون زعيمتهم واسمها اني، وبتقوله انه ما دفعش تمن البضاعة اللي اخدها، فبيوعدها انه هيدفع خلاص، لكنها بتعور صباعه وبتمشي، وبيت بيتألم. بعدها بنشوف نيك في الفصل وبتقوله الأستاذة يطلع يقرأ الواجب، وبتكون قصيدة هو كاتبها، لكن بنلاقي زمايله في الفصل مش فاهمين ومش مهتمين هو بيقول ايه، وأول لما بيسمعوا الجرس بيخرجوا على طول. وهم بياكلوا في البريك بيلاقي نيك صاحبه بيت متعور، وبيعرف انه اتضرب علشان الفلوس، فبيقرر انه يروح لآني وبيديها الفلوس اللي على صاحبه، وبيقول لها تبعد عن صاحبه وبيمشي من جنبها. لكن آني بتتعصب وبتروح تضربه وبتهجم عليه، وبيروحوا هما الاتنين لأوضة المدير اللي بنشوفه متعود على مشاكل آني، وبيقولها تمشي، وبعد ما بتمشي بيكلم المدير نيك وبيقوله انه يبعد عنها علشان يشوف مستقبله لانها بتاعت مشاكل. بعدها بيروح البيت عند نيك وبيسأله لو هيجي الحفلة بتاعت بكرة، فبيقول له نيك انه لا مش هيجي لانه مش هيبقى موجود اصلا في البلد، وبيوريله التذكرة اللي اشتراها واللي هيسافر بيها لندن من غير ما امه تعرف. وبنروح بعدها لآني اللي بتوصل البيت بتاعها، واللي بتلاقي ان امها قاعدة بتشرب سجاير كالعادة ومش مهتمة باخوها الصغير. وبتروح آني لأوضتها وبتحضر له اكل، وبالليل بنشوف آني بتروح هي وصديقها واللي بيكون اسمه ماركوس، وبتكسر الإزاز بتاع محل المجوهرات وبتسرق شوية مجوهرات، وبينجحوا يهربوا بالعربية اللي هما سارقينها برضه. وتاني يوم بنشوف آني وماركوس بيتخانقوا مع بعض علشان آني مرضتش تسيب معاه المجوهرات اللي سارقينها، وبتسيبه وبتمشي، وده بيضايق ماركوس جدا وبيقوم مبلغ عليها الشرطة. وفي المدرسة بنلاقي الشرطة اللي بتفتح الخزنة بتاعت آني وبيلاقوا المجوهرات وبيقبضوا عليها، وآني بتكون فاكرة إن بيت هو اللي بلغ علشان ينتقم منها. ولما بتوصل آني قسم الشرطة بتتصل على صاحبها مارك وبتقوله إنها اتقبض عليها بس ما يخافش لأنها ما اعترفتش عنه، وبتقوله كمان إنها عارفة مين اللي بلغ عليها وهتعرف تنتقم منه. وكل ده وماركوس ما بيقولهاش الحقيقة. وفي نفس الوقت نيك وهو في البيت بيلاقي أمه لقت التذكرة بتاعته وبتقوله إن شركة الطيران اتصلت بيه، وبتقوله إن ميعاد الطيارة بتاعته اتأجلت، وبتزعل منه علشان كان هيسافر من غير ما يقول. بعدها بيت وهو ماشي في الشارع بيلاقي فيه شوية ناس بتمسكه وبتضربه، وبنلاقي إن آني هي اللي خطفته وقعدت تضرب فيه علشان مفكرة إن هو اللي بلغ عنها، وكانت هتكسر إيده، بس بيت بيقول لها إن اللي بلغ عنها هو نيك علشان بيبقى مفكر إنه سافر خلاص ومش هتقدر توصل له. وفي نفس الوقت بيسيبوا بيت، لكن نيك بتكون رحلته اتأجلت وبنشوفه قاعد في الحفلة اللي ما كانش عاوز يروحها وهو كاره حياته خلاص. وفي الآخر بيسيب نيك الحفلة وبيمشي، وأثناء ما هو على الطريق بيلاقي في عربية ماشية وراه، ولما بيبص بيعرف إنها بتراقبه وبيحاول يهرب منها، بس العربية بتخبطه وبتوقعه على الأرض. وبعدين بيروحوا يضربوه، وبتكون آني في العربية وجنبها بيت، وبعد شوية بتنزل تكلمه وبتضربه بنفسها، لكن نيك بيستفزها إنها تضرب أقوى شوية وإنها ضعيفة، فبتتعصب جدا وبتكمل ضرب فيه، وفي الآخر بتضربه جامد وبيفضل في الأرض وما بيقدرش يتحرك، والكل بيتخض، ولما بيشوفوه بيلاقوه مش بيتنفس وبيتخضوا وبيتعصبوا على آني من اللي عملته وإنها قتلته. فبتقول لهم آني إنهم محتاجين يخبوا الجثة، وبتلاقيهم فعلا بيشيلوا نيك حتى صاحبه بيت معاهم وبيرموه في الغابة.
في ماسورة فتح التهوية وبيسيبوه وبيمشوا. بعدها بتروح آني لماركوس وهي متوترة وبتقوله إنها قتلت نيك ومش عارفة تعمل إيه. بس أول ما بيعرف ماركوس إنها قتلت نيك بيقولها إنه ملهوش دعوة وإنها تبعد عنه للأبد ومش عايز يعرفها تاني، وبيقولها تمشي من بيته. فآني بتتعصب وبتقعد تكسر في بيته وبعدين بتمشي. وبيجي الصبح وبنشوف في الغابة إن نيك بيخرج وبيروح المدرسة كأن مفيش حاجة حصلت. ولما بيروح المدرسة وبيقعد يكلم زمايله هناك محدش كان بيرد عليه، وبيلاقي إن كل زمايله بيقعدوا يتريقوا عليه ومن القصيدة اللي كتبها امبارح وإنه عمره ما هيكون كاتب، وهو مستغرب من تصرفهم وبيتعصب منهم وبيفضل يزعق فيهم بس محدش بيرد عليه. وبيمسك كتاب وبيرميه في الحيطة، بس لما بيبص على مكان الكتاب بيلاقيه ما اتحركش وإن مفيش حاجة حصلت أصلا وإن محدش شايفه. ولما بيخرج من المدرسة وبيمشي على الطريق بتخبط بنت بس برضه ما بيحصلوش حاجة، وكمان بيلاقي البنت ماشية عادي ولا كأن حاجة حصلت. ولما بيوصل البيت بيلاقي أمه بلغت الشرطة عن اختفائه وإنها مش شايفاه مع إنه واقف قدامها. ولما بيجي المحقق بتقوله إنها لقت تذكرة طيران ليه، بس لما اتصل بشركة الطيران بتلاقي أصلا إنه ما سافرش وإنها حاسة إن في حاجة غلط حصلت. والمحقق بيعرف إن آني كانت مع نيك امبارح بعد المدرسة بسبب الخناقة في البريك، وعلشان كده بيروح يحقق معاها وبيسألها لو كانت شافت نيك امبارح، بس هي بتنكر. وبيبقى نيك موجود معاهم وبيفتكر اللي حصل له وبيقعد يقول للمحقق إنها هي اللي قتلته وإنه يقبض عليها، بس المحقق بيسيب آني وبيمشي علشان مش لاقي دليل إدانة. بعدها بنشوف نيك قاعد على سريره وبيروح يمسك السلاح اللي عنده في البيت وبيضرب النار على نفسه، لكن بيفضل عايش عادي وبيتأكد فعلا إنه شبح. وبنروح للشرطة اللي بتقرر تعمل عملية تفتيش للغابة اللي اختفى فيها نيك امبارح، وبيكون معاهم صاحب نيك وعامل نفسه بيدور معاهم. وفي الوقت ده بيكون نيك قاعد في اوضته وحاسس بالفراغ، وهناك بيلاقي عصفورة ميتة على الشباك بتاعه، وقبل ما تموت بيلاقي ان روحها موجودة عايشة. بس لما بيبص على العصفورة بيتأكد انها ماتت وبيلاقي ان روحها كمان اختفت. وهنا بيعرف ان طالما ما اختفاش انه لسه عايش، وبيروح للغابة وبيحاول يرشد الشرطة لمكانه، لكن طبعا ما بيكونش حد شايفه، لكن بيبقى الكلاب شايفاه وبيجذب انتباهه وبيقدر البوليس يلاقي ساعته وبيكونوا قربوا من مكانه جدا، لكن بيلاقي نيك الكلب بيجري من جنبه فبيبعدوا اكتر عن مكان نيك وبيحس نيك باليأس. وبيكون بيت باصص على الفتحة اللي مرمي فيها نيك لكن ما بيتكلمش. وبيقابل بيت آني بالليل وبتعرف منه الأخبار اللي حصلت، وبيقول لها بيت إنه هيقول للشرطة على الحقيقة، بس آني بتمسكه وبتقوله لو بلغت البوليس هيتقبض عليك علشان انت كنت معانا. فبيرجع في كلامه، وطبعا كل ده ونيك واقف معاهم وشايفه. بعدها بتروح الشرطة لبيت آني لكن ما بيلاقيهاش موجودة لأنها بتكون مستخبية. ولما بيمشوا بتطلع بيتها وبتلم هدومها علشان تختفي يومين بعيد عن الشرطة، وبيكون نيك موجود معاها وبتروح لأخوها الصغير اللي بتقوله أنا مش عاوزاك تبقى زيي، وإنها بتتمنى إنه لما يكبر يكون شخص صالح. ونيك بيتفرج عليهم، وبنشوف الشرطة استعانوا بفرق استكشاف علشان يبحثوا بشكل أوسع في الغابة عن نيك، واللي بنشوفه إنه لسه عايش وفتح عينه. وبنشوف بعدها المحقق بيروح لماركوس لأنه عارف طبعا إنه صاحب آني، بس هو بيقوله إنه ما يعرفش عنها أي حاجة دلوقتي وإنه بعد عنها. بس المحقق بيطلع له الكارت بتاعه وبيقوله لو عرفت حاجة كلمني، وبعدين بيسيبه وبيمشي. بعدها بيروح ماركوس لبيت وبيقول له ان الشرطة بتراقبه، وبيقول له ياخدوا المكان نيك جوه الغابة. وبيكون ماركوس عاوز يخلص من جثة نيك علشان ما تكونش دليل ويتقبض عليه معاهم. وبعدها بيوصلوا للمكان اللي كانوا حاطين فيه نيك، بس الصبح بنلاقي ان الناس اللي تبع آني بتكلمها وعاوزين يقابلوها، وبيكون ماركوس واقف معاهم وسامع المكالمة والمسدس في ايده. بس آني بتكلم بيت الجبان وبتقوله يروح يشوفهم، وفي نفس الوقت بيكون نيك بيحاول يخلي الحمام يطير علشان يرشد الشرطية ناحية بيت وتراقبه. وبعدها بيروح بيت يقابلهم، وبتكون آني بتراقبهم من تحت، لكن ماركوس بيكون حافظ آني كويس وبيمسكها وبيوجه مسدس ناحيتها وبيطلعها المكان اللي متجمعين فيه، وبيقول لبيت يروح على بيته. وبعد ما بيت بيمشي الشرطة بتظهر وبيهجموا على المكان، وبيتضح انهم كانوا مراقبين بيت، بس آني بتنجح انها تهرب من المكان لما بتطلع فوق الكوبري اللي هم فيه. بعدين بتنط وبتنزل على الارض، وهي بتجري بتشوف نيك بيزعق وبيقول لها انهم هيمسكوك المرة الجاية يا آني. فبترد آني وبتقول انهم مش هيقدروا، وبيعرف نيك انها سمعته وبكده تكون اول حد يقدر يسمعه. وبنشوف نيك بيحاول يكلمها
وبيعرف إنها قادرة تسمعه، لكن بتتجاهل الصوت اللي في ودنها. وبعدين بيطلب منها إنها تقول للشرطة على مكان جسمه علشان يلحقوا وينقذوه قبل ما يموت. بس آني بتسيب المكان وبتمشي، وبتروح بعدها المدرسة ونيك معاها، وبيحاول يكلمها وبيقول لها إنها الوحيدة اللي تقدر تنقذه، وبيبدأ يزعق لها وبيتعصب عليها، وده بيخليها تجري. وفي اليوم اللي بعده بتروح آني بيت نيك وبتخش من غير ما حد يحس، وبتروح على أوضة نيك وبتبص فيها، وبتلاقي صور ليه من المدرسة لما كان صغير. وبتعرف آني إنه معاها من لما كانوا صغيرين، وإنهم في نفس الصورة، وإنها افتكرته كويس. وبتحس آني بالذنب وبتكمل تقليب في الصور، وقاعدة تتفرج على نيك وهي فرحانة، ونيك قاعد جنبها وقاعد بيحكي لها عن الصور دي. لكن بيقاطعهم أم نيك اللي بتخش الأوضة، وبتقوم آني تهرب من المكان وبتروح الغابة ومعاها نيك علشان ينقذوا جسمه. وبتفتح آني الماسورة بس بتلاقي إن نيك مش موجود، وبنفهم إن ماركوس وبيت غيروا مكان جسم نيك لما هددوا. بس بيلاحظ نيك شيء يخص بيت، وإنه أكيد يعرف خدوا جسمه فين. فبتروح آني البيت وبتمسكه وبتقعد تسأله عن مكان جسم نيك، فبيرد عليها وبيعترف إن نيك أصلا مش هو اللي بلغ عليها ولا حتى هو نفسه، وإن اللي بلغ كان ماركوس، وهو اللي غير مكان جثة نيك علشان ينقذ نفسه، وإنها قتلت نيك من غير سبب. وبتكون آني مصدومة ومش مصدقة اللي بيقوله بيت. بعدها بتروح آني لماركوس اللي بيكون لسه بيركب العربية، وبتقوم مهدداه بمسدس من وراه، وبتقول للناس اللي معاه إنها تخرج وتقوله يتحرك على حتة بعيدة. وفي الوقت ده بيكون نيك مع بيت اللي بيلاقيه عمال ياخد حبوب وبيكون ناوي ينتحر، وبنلاقيه إنه أخد كمية كبيرة من الحبوب علشان يموت نفسه، ونيك جنبه بيحاول يمنعه لأنه لسه ما ماتش، وكمان عاوز يعرف مكان جسمه قبل ما يموت، لكنه ما بيسمعوش طبعا. وبيبدأ يموت وبتظهر روح بيت، وبيقابل روح نيك، فبيمسكوا نيك وبيقعدوا يسألوا عن مكان جسمه، وبيزعق فيه، وبيبدأ بيت يعيط وبيقول له على مكان جسمه. وبنلاقي إن أهل بيت بيخش عليه وبيتصلوا على البوليس لما شافوا حالته. وفي الوقت ده بنلاقي إن آني أخدت ماركوس لمكان بعيد وبتهدده بالسلاح بتاعها، وبتصارحه آني إنها عرفت إن هو اللي بلغ عنها الشرطة لما سرقت المجوهرات، وبتسأله عن مكان جسم نيك وبتهدده بالقتل. وهنا بيترعب ماركوس وبيقول لها هو كمان عن مكان نيك، فبتسيبه آني وبتروح تنقذ نيك بسرعة. لكن بتلاقي ماركوس كان مخبي مسدس وبيضرب عليها النار، بس بتقدر آني إنها تضرب عليه النار هي كمان، وبيقع ماركوس وبيموت. وبتكون آني لسه عايشة وبتتصل بالمحقق علشان تقوله على مكان نيك، وكمان بتقوله رسالة يقولها لأخوها الصغير. وبنشوف نيك بيجري على مكان جسمه، وكذلك في نفس الوقت الشرطة كمان بتوصل، وبنشوف نيك بيروح على جسمه وبيمسكه، لكن السد بيتفتح والمية بتبدأ تنزل وجسم نيك بيبدأ يغرق. ونيك بيفضل ينده على الشرطة علشان تلحقه، والشرطة بتوقف المية بتاعة السد وبيلاقوا جسمه أخيرا. ولما الدكاترة بيروحوا له بيعرفوا إنه لسه عايش، بس لازم ينقلوه للمستشفى بسرعة، وبتاخدوا الإسعاف وبيحاولوا ينقذوه. وبنشوف آني اللي بتكون لسه عايشة وبتركب العربية بتاعتها، بس الضابط بيشوفها وبيحاول يطمن عليها، لكنها بتهرب منه مع إنه مش عارف إنها مطلوب القبض عليها، وبتحاول تهرب بالعربية. وفي المستشفى بنشوف نيك واقف جنب أمه اللي عمالة تعيط، فبيروح نيك لآني وبيقول لها إنه محتاجها تيجي المستشفى علشان تنقذه. وبتمشي آني ورا الصوت وبتتسلل للمستشفى رغم إنها مصابة ومطلوب القبض عليها. وبتوصل آني المستشفى وبتلاقي نيك بيرشدها على مكانه، وبتقابل آني أم نيك اللي لما بتشوفها بتضربها بالقلم، وبتقول لها إنها السبب في اللي بيحصل ده، وبتقول لها إنه نيك عاوزها تدخل له، وبيخليها نيك إنها تقول لأمه حاجات عنه علشان أمه تتأكد إن آني قادرة تسمع نيك. ولما بتشوف إنها مصابة وبتحس بيها بتسيبها تدخل، وبتروح له آني السرير وبتتأسف على اللي عملته فيه، وبتقول له إنه ما يموتش، وبتقعد جنبه على السرير وبتطمنه. وبنشوف إن نيك الشبح بيختفي وبيفوق نيك وإنه لسه عايش، وبيكلم آني وبيشكرها إنها أنقذت حياته، وبيكمل نوم تاني من التعب. وكذلك آني اللي ما بتقدرش تتحمل أكتر وبتموت مرتاحة جنبه على السرير بعد ما اطمنت عليه. وبينتهي الفيلم مميز فعلا. لو كنت تابعت معايا الملخص للآخر، عندي ليك سؤال: ليه ماركوس خاطر وراح غير مكان جسم نيك؟ اكتبوا لنا إجاباتكم في التعليقات وهقراها كلها.